حابة أعرف من فضيلتك النهاردة أهمية العمل في الإسلام، وهل العمل عبادة؟ الإسلام الكريم دعا إلى العمل، لأن الإسلام لا يحب البطالة والكسل. فالإسلام يحث المسلم على أن يكون صاحب عمل وصاحب كسب، حتى لا يمد الإنسان يده إلى الناس. فإذا كان الإنسان صاحب مهنة أو صاحب حرفة أو صاحب صنعة، فهذا خير له من أن يأتي فيسأل الناس، إما أن يعطونه وإما أن يمنعونه. عشان كده الإسلام طلب في هذه الأمور أن الإنسان يكون عزيزا. عشان كده ربنا قال ولقد كرمنا بني آدم. فتكريم الإنسان، أو إن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان حتى يكون المسلم عزيزا بنفسه. فالعمل بيخليك عندك عزة نفس. والإسلام هنا يعني زي ما بيقول أنه يريد من المسلم أن يكون صاحب تجارة، صاحب عمل، صاحب مهنة. المهم ان هو ما يكونش من اهل الكسل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. طب الانسان لما بيعمل هذا العمل يكون بمثابة السعي لطلب الرزق، لان العمل سبب من اسباب الرزق. عشان كده ربنا امرنا بالعمل، لان العمل يكون سببا من اجله ينال الانسان الرزق. عشان كده ربنا قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وطبعا العمل عبادة. حينما يعمل الإنسان ويجتهد فيأخذ مالا ينفق به على نفسه وينفق به على أهل بيته وعلى أحبابه وأقاربه، ده يعتبر عبادة، لأنه يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل. ليه؟ إن الله سبحانه وتعالى لا يحب أهل البطالة والكسل، ولكنه يحب أهل العمل والاجتهاد. مازن ميديا برودكشن.